ما هي أهم 8 علامات تحذيرية ممكن تكون لها علاقة بأمراض الكلى أو الإصابة بعجز الكلى أو أمراض الكلوية المزمنة؟ أولاً يجب الانتباه على وجود طعم كريه في الفم أو رائحة كريهة في الفم أو طعم معدني ممكن أن يكون له علاقة في أمراض الكلى المزمنة. ثانياً وجود حكة أو طفح جلدي بعد استثناء الأمراض الجلدية ممكن يكون سبب في أمراض الكلى، وذلك بسبب عدم قابلية الكلى على طرح المواد احنا تسمى باليوريميك توكسين من الجسم بصورة صحيحة، وهذا تراكمها يسبب حكة أو طفح جلدي بالجسم. ثالثاً يوجد تغير في لون الإدرار أو وجود دم في الإدرار في مادة البول أو وجود رغوة كثيفة في مادة البول، ويجب الانتباه عليها، وقد تكون هذه إحدى العلامات المهمة في الإصابة بأمراض الكلى الحادة والمزمنة، بعد طبعا استثناء وجود أي حصى في المجاري البولية أو أكياس أو على الكلى أو أي مشاكل أخرى جراحية. بعد استثنائها ممكن تكون هذه علامات مهمة بالإصابة بأمراض الكلية المزمنة. رابعاً ضيق التنفس، وهو سبب من أسباب أمراض الكلى المزمنة. قد يكون سبب عدم قابلية الكلى على إفراز السوائل المواد الأخرى من الجسم بصورة صحيحة وتراكمها في الرئتين وحول القلب بصورة غير طبيعية. خامساً تورم القدمين والجسم بصورة عامة، وهذا أيضاً سبب عدم قابلية الكلى على إفراز المواد الزائدة والسوائل وعدم موازنة السوائل في الجسم، لأن الكلى لديها مهمة رئيسية في موازنة كميات السوائل في الجسم. سابعاً عدم انتظام ضربات القلب، وهذا سبب أيضاً وجود تراكم في عدة مواد في الجسم، منها مادة البوتاسيوم وهي مسؤولة على تنظيم ضربات القلب، وأي اختلاف في هذه المادة قد تسبب اختلاج أو عدم تنظيم في ضربات القلب، وما يؤثر سلباً على صحة الجسم. ثامناً الإرهاق والتعب وفقدان الشهية وعدم النوم بصورة صحيحة ممكن سببه يكون هو أمراض كلى مزمنة عن طريق نقص في مادة هرمون الأريثروبويتين التي ينتجها الكلى بصورة رئيسية، وقلة هذه المادة تؤثر إلى فقر الدم بصورة عامة، ما يؤثر سلبا وما يكون سببا واضحا في أمراض الكلى بصورة عامة. وأتكم الصحة والسلامة. شكرا. میهرەبانی دڵسۆزی و لێزانی